يلا نصلي على النبي في التعليقات ونحط لايك للفيديو ذوقيا منك. مش عندك ذوق ما تحطيش. تمام، يلا نسمع الكلمتين دول مع بعض. انا عايزه كل واحده تشوف الفيديو ده تسمعه كويس قوي وطولي بالك معايا كده واسمعي المفيد اللي من اختك الكبيره. تمام. اول حاجه قلب اختك بلاش تضيعي طول عمرك في المطبخ. انا واحده من الناس كنت بعمل كده، بس صدقيني والله ده ملوش اي لازمه. لان يعني مهما يكون الراجل اللي معاكي بيحب الاكل او بكرش زي ما الستات بتقول، فانت طول الوقت تفضلي تجهدي نفسك وده هيأثر على حاجات كتير قوي. اول حاجه هيأثر عليها ان انت مش هتنسي اصلا ان انت بتهتمي بنفسك. هتنسي ان انت ست اصلا طول الوقت تبقى مضيعاه في غسيل المواعين واعمال الاكل واللي هو اللي بيحبه وايه اللي بيكرهه. وهو بما ان كده هو بقى يبدأ يقعد في البيت طول الوقت بياكل بياكل ويربي كرش ومنظره هيبقى زي الزفت. دي حاجة. الحاجة التانية ان انتي طول الوقت هتبقي مجهدة وتعبانة وملكيش روح ولا خلق لنفسك ولا لأي حاجة في الدنيا، وحاسة ان انتي بتلفي طول النهار في ساقية. زي ايه؟ زي ما بيقولوا كده الحاجات اللي كانت بتلف السواقي دي اللي هي ما علينا. مش هقول تشبيه، بس صدقيني والله اعملي وقت لنفسك راحة ليكي، ومش طول الوقت تحسي ان انتي في المطبخ ما تطلعيش منه. لان اخرتها كده كده هيقولك انتي بتعملي ايه. ولو انتي حسيتي ان انتي اقل شوية وما بقيتيش تدخلي كتير وبقيتي تهتمي بنفسك، هيبقى انتي كده بقيتي تعملي في اكلهم وما بقيتيش تهتمي بالبيت ولا بالاولاد ولا بغذايتهم ولا بصحتهم. وهتلاقي نفسك الدنيا باظت وتطلع فيكي كل العيوب اللي في الدنيا. ولو انت اهتميتي وبدأتي تدخلي المطبخ وتضيعي طول الوقت عليه هتبقي انت ست مهملة فيه وما بتشوفيش طلباته وكل حياتك وهمومك هي الأكل. وهتسمعي حاجات كتير جدا مش هترضيك. فمن الأول كده هنتفق اتفاق ان احنا هنخشش المطبخ على الفاضي والمليان. حاولي تاخدي وقت لنفسك. حاولي تعملي أكل كل مثلا يومين مرة. يوم تقضيها كده. وما تنسيش ان كل حاجة بتعمليها بتبقى على حساب صحتك. لكن ما تموتيش نفسك في المطبخ كل يوم كل يوم وهو الاخر يقولك انت بتعملي ايه طول النهار. وما تموتيش في مطبخ نفسك في المطبخ كل يوم ومواعين وكل حاجة. طبعا اي ست في الدنيا عارفة الكلام ده. والاخر يجي يقولك ده انت مهملة فيا وفي ولادك وما وراكيش الا عمايل الاكل. اهتميتي بالاكل هيجي يقولك ايه؟ لا. هو انت كل اهتماماتك هتبقى بالاكل والمطبخ؟ لو ما اهتمتيش بالاكل والمطبخ هيرجع يقولك ان انتي مش فارق معاكي اكل العيال وصحتهم، لازم يركزوا ولازم يتغذوا كويس. وهتلاقي نفسك في كلتا الحالات مش عارفة تتفاهمي معاه. لان هو مجرد ان هو هتحطي يعني 100% ان انتي كده ربيتي حاجة بتاكل بس حتى. يعني عارفة انتي اللي مش هتقدري تاخدي ريست مع نفسك شوية، وطول الوقت هيبقى الغلا عندك وده مش صح نهائي. فاعرفي ان خير الامور الوسط.